يوم 27 ديسمبر 1992 موسم 92-93 مباراة الذهاب ما بين الأهلي والأولمبي، وكان لسه الأهلي مستغني عن بعض اللعيبة من ضمنهم علاء ميهوب، وكانت أول سنة ليه مع الأولمبي. وقبل الماتش بيروح علاء ميهوب غرفة ملابس النادي الأهلي، سلم على الجهاز الفني والإداري واللعيبة أصحابه، وغير ولبس وربط الأنكل بتاعه جوه غرفة النادي الأهلي. ومن حب لعيبة الأهلي لعلاء ميهوب، حسام حسن بيقول له أنا نفسي نفوز 2-1 وانت اللي تسجل فينا الجول. قال له يا حسام انت بتهزر، انا ما استحملش ان اسجل في الاهلي. المهم الماتش يبدا وميهوب يسجل الهدف الاول في الشوط الاول، ولكن لاول مره مش للاهلي لكن في مرمى الاهلي، في شباك زميله السابق احمد شوبير، عشان علاء ميهوب يخش في نوبه بكاء هستيرية وينفجر الاستاد كله بالتسقيف ليه من جمهور الاهلي، ويبكي علاء اكتر ويقرر انه لازم يخرج من الملعب. وحاول المدير الفني للاولمبي انه يقنعه العب حتى الشوط الاول وغير بين الشوطين، ولكن يرد عليه ويقول له مش هقدر استنى ثانية واحدة في الملعب، ويخرج بالفعل وهو بيبكي ومش قادر يتمالك دموعه، علشان دي تكون النهاية الإكلينيكية لعلاء ميهوب في كرة القدم. الواقعة دي من ضمن اكتر المواقف النادرة اللي بيظهر فيها الوفاء، وقد ايه لاعب زي علاء ميهوب كان بيحب الاهلي ووفي ومخلص ليه جدا، وفي نفس الوقت بتأكد ان انت مهما كنت بتحب فريق وبتلعب لفريق تاني فلازم تخلص لعملك. وعلاء ميهوب هنا عمل الاتنين وانتهت قصته في الملاعب. النهاردة هنتكلم عن اسطورة صناعة اللعب المصرية، موهبة جبارة مصر ما شافتش منها اتنين. بينا ندخل في التفاصيل، يلا بينا. في شهر سبتمبر 1962 اتولد علاء محمد ميهوب في مدينة الحومدية التابعة لمحافظة الجيزة، طفل بيلعب كورة شراب كل يوم جمعة بعد الصلاة، وأسطورة الحومدية ثابت البطل رايح جاي قدامه، فكان دافع ليه إنه يكون لاعب في نادي. فبدأ مسيرته مع نادي الحومدية وهو سنه ما كملش 13 سنة. راح اختبارات الأهلي، وفي الاختبارات الأخيرة والتصفية الأخيرة اترفض لأن كان جسمه ضعيف وصغير. فالكابتن محمود السايس قال له طب تعالى الجمعة الجاية تاني. كان رافض علاء لحد يوم الخميس قرر إنه هيروح يوم الجمعة، وفي التقسيمة دي اتقابل عشان تبدأ مسيرته مع ناشئين الأهلي سنة 94. بدأ مع الفريق كوينج شمال لغاية ما الكابتن بتاعه الكابتن محمود السايس لمح إنه موهوب جدا في الباص، بيقرا الملعب كويس وبيعمل سكان بعينه حلو قوي، ومهاري بشكل جبار، وبيعرف يستلم لو في وسط 5 لعيبة الكورة ما تضيعش منه، بيقدر ينقل الفريق من وضعية لوضعية. فقرر إنه يبدأ يلعبه كصانع لعب. الكلام ده كله وميهوب كام سنة؟ 14 سنة لسه. وبدأت تنفجر موهبة علاء ميهوب النادرة علشان بعدها يشارك مع منتخب الشباب في كأس العالم باستراليا سنة 81، والعالم في التوقيت ده انبهر بالموهبة المصرية القادمة، وساهم لوصول المنتخب لربع النهائي علشان يقرر بعدها فؤاد شعبان انه يصعده للفريق الاول بسبب المستوى اللي كان بيأدي بيه في الشباب وفي كأس العالم. ولكن خليني اقول لك ان هيدوكوتي صعده واتدرب مع الفريق، ولكن لسوء الحظ انه ما شاركش. وبدأت مشاركته مع المدرب المجري كالوتشاي موسم 81-82، وفي فبراير 82 كانت بداية الموهوب الفذ علاء ميهوب مع الفريق الأول، وكان أول ماتش قدام بور فؤاد في الكاس. تألق بشكل كبير ولفت جميع الأنظار علشان يحجز مكانته الأساسية في التشكيل مع مين بقى؟ الخطيب ومصطفى عبده ومختار وزكريا ناصر. وكان أول هدف رسمي يسجله ميهوب في شباك الترسانة في إبريل 82، وبدأ بالتيشيرت رقم 14 أسوة بالأسطورة يوهان كرويف لغاية سنة 88 لما قرر محمود الخطيب في مهرجان اعتزاله إنه يلبسه التيشيرت بتاعه عشان يهديه الرقم 10 اللي يكمل بيه بقية مشواره لحد ما يعتزل. فإن الخطيب يعمل مع لاعب كده ويلبسه تيشيرته معناها ان موهبة ميهوب ما كانتش طبيعية. وبالكلام
عن الموهوب علاء ميهوب، فاقدر اقول لك انه واحد من امهر اللعيبه اللي جابتها مصر في التاريخ. يقدر يستلم وسط 10 لعيبه وياخد الكره ويعدي، يقدر يستلم الكره ويرقص لحد ما يجيب جول، ويقدر يعمل ثرو من اي حته في الملعب يحطك بيه قدام الجول، يقدر يجيب جول بيمينه بشماله براسه بكعبه بترقيص بشوط، مفيش بعد كده. يقدر يعمل اي حاجه، بس المطلوب منك انك تسلمه الكوره، واقعد بعد كده اتفرج واتمتع. ومن مواقف ميهوب الكتيرة جدا وإسهاماته الكتيرة مع الأهلي لحسم بطولات كاس مصر 1984 المباراة النهائية، الأهلي بيلاعب المصري والأهلي مغلوب 1-0 وخلاص الماتش بينتهي، ولكن في آخر دقيقة يسجل علاء ميهوب هدف عالمي يجيب التعادل. طب هل هيسكت على كده؟ في الوقت الإضافي يسجل الهدف الثاني علشان الأهلي يحرز الكاس بفضل علاء ميهوب، وكمان هدفه في الزمالك في ختام دوري 88-89 وهو الهدف اللي حسم للأهلي الدوري بالمناسبة، وكان أحد نجوم الجيل الذهبي اللي أحرزوا 5 بطولات قارية، أولهم بطولة دوري الأبطال سنة 82 وأحرز فيها ميهوب 4 أهداف، منهم جم في النهائي قدام كوتوكو الغاني. ولعب علاء ميهوب مع المنتخبات الوطنية في كل المراحل السنية، وكان ليه دور كبير في فوز مصر ببطولة أفريقيا سنة 86. ده غير إن هو كان ضمن ال6 لعيبة اللي سددوا ضربات الجزاء في المباراة النهائية ضد الكاميرون. ده غير دوره الكبير في تصفيات كأس العالم 90، وكان من ضمن أبرز النجوم اللي ساهمت مع مصر في الوصول لكأس العالم، ولكن الإصابة تحرمه انه يلعب مع مصر في كاس العالم. في سنة 1992 يقرر الاهلي انه يستغنى عن 4 لعيبة من كباتن الفرقة، ربيع ياسين، طاهر ابو زيد، محمود صالح، وعلاء ميهوب. وده الموقف اللي حكيناه بالتفصيل في حلقة صالح سليم. لو ما شفتش الحلقة يا صاحبي روح اتفرج عليها بعد الحلقة دي. علما بان علاء ميهوب كان عنده مشاكل في ركبته وفضل يلعب فترة طويلة على الإصابة، وكان بياخد مسكنات لدرجة ان دكتور الفريق مصطفى الشرقاوي قال له علاء دي ركبة واحد عنده 70 سنة ارحم نفسك. وقعد سنة كاملة يلعب وهو عنده غضروف الركبة، ورفض انه يعمل اي عمليات او يرتاح، وكان بيصمم يلعب وهو مصاب من كتر حبه وعشقه للاهلي. واستغناء الجهاز الفني بقيادة الكابتن أنور سلامة في وقتها عنه كان صدمة، الراجل لسه ما كملش 30 سنة. بعدها يقرر علاء ميهوب انه بعدها انا هلعب كوره، ولما بلغوا الكابتن صالح سليم في مكتبه بالاستغناء عنه، يا هتكمل في الكوره مع فريق تاني يا اما هنعمل لك ماتش اعتزال يليق بيك. فكان قرار علاء في التوقيت ده ان انا لسه ما اكتفيتش بلعب الكوره وهكمل، ويقرر علاء ميهوب انه هيلعب في الاولمبي بتوصيه من محمود الجوهري، ولعب بالفعل لحد ما حصل الموقف اللي قلناه في اول الحلقه، وانتهت الكوره جوه علاء ميهوب، وكمل فترته مع الأولمبي وهو تايه في الملعب. مش ده علاء ميهوب ولا دي طبيعته، وقرر انه يبطل كورة خالص سنة 93. اجمالا احرز الموهوب علاء ميهوب مع الاهلي 51 هدف وصنع 49 هدف، وحقق مع الاهلي 18 بطولة، 5 دوري، 6 كاس، 2 دوري أبطال، 3 كاس أفريقيا الأبطال الكؤوس، بطولة أفرو أسيوية، وبطولة كاس الاتحاد التنشيطية. نيجي بقى للمرحلة الثانية من حياة الموهوب علاء ميهوب. بعد الاعتزال بدأ علاء ميهوب رحلته في المناصب الإدارية داخل النادي الأهلي، سنين قضاها في قطاع الناشئين بيخدم الأهلي، وبعدها تجربة مع الكابتن أنور سلامة في الجهاز الفني للاتحاد الليبي. نيجي بقى للموقف اللي بنقوله كل حلقة عن عظمة الأهلي. هو أنا من شوية قلت لك مين اللي كان ماسك الجهاز الفني اللي استغنى على 4 لعيبة بالظبط زي انت ما قلت، أنور سلامة. ومين اللي دلوقتي بيستعين بعلاء ميهوب في الجهاز الفني للاتحاد الليبي؟ أنور سلامة. هنفضل نتعلم عظمة كل مرة. وبعدها رجع للأهلي في الولاية الثانية في جهاز مانويل كوسيه لغاية ما تم تعيينه المدرب العام في الفريق الأول سنة 2009 في ولاية حسام البدري، ودي كانت في الفترة العصيبة اللي كانت بعد رحيل المدرب الأسطورة مانويل كوسيه، وساهم في حصول الأهلي على الدوري وكاس السوبر. وبعدها قضى فترة في النادي المصري لحد 2011. طبعا احنا عارفين ان الفترة دي ان الكورة وقفت فيها. المرحلة اللي كانت بعدها اتعين مدير فني لمنتخب مصر لمواليد 95، واللي كان من ضمن لاعبيه محمد
مجدي قفشه. واللي الناس ما تعرفوش ان علاء ميهوب من وقتها مرشح محمد مجدي قفشه للاهلي، ودي كانت رغبه قفشه نفسه، ولكن التوقيت كان بتاع النادي. ولكن بسبب خلافات حصلت ما بينه وما بين اتحاد الكرة قرر علاء ميهوب يتخلى عن منصبه وفضل بعيد عن الرياضة فترة. وبرضه على سبيل الذكر تولى تدريب نادي جاسكو فترة لحد ما الأهلي قرر انه يعينه رئيس للجنة الفنية بالنادي. فترة خدم فيها ميهوب الأهلي بكل ما يملك من جهد وعلم وطاقة، وبكل وفاء وحب وإخلاص. وبعديها يقرر إنه يعتذر ويبعد عن الرياضة. ويمكن كانت آخر مراحله إنه اشتغل فترة قصيرة مدير كورة في مودرن فيوتشر. علاء ميهوب أحد أندر وأمهر وأحسن المواهب اللي شهدتها الملاعب المصرية في تاريخها. خلق عالي ما يختلفش عليه اتنين، موهبة جبارة خلت البعض يقول عليه انه دلوعة الخطيب وحبيبه، وشعبية طاغية بين جماهير الاهلي خلتهم يسقفوا له وهو بيسجل في شباك الاهلي. وبشهادة كل اللي عاشوا وعرفوا من اكتر الناس اللي بتحب النادي ومخلصة ووفية ليه. واحنا من الجمهور وبنقول لك شكرا يا كابتن علاء على كل حاجة قدمتها للنادي، وعلى حبك ووفائك واخلاصك، وشكرا على عطائك الدائم والمستمر.